Maybe there's something in that. There are differences between Seaton and myself. هلا بالشباب، اليوم جايب لكم 3 قصص من اقوى القصص الرعب العراقية، وما اعتقد راح تكملوها للنهاية. بالعراق ببلاد الرافدين اللي مليان تاريخ وحكايات، مو بس قصص بطولات وامجاد، اكو زوايا مظلمة، بيوت قديمة وازقة ضيقة كلها تخبي اسرار ثانية، اسرار تهمس بها الريح بالليل وتخلي القلب يرجف من الخوف. هاي مو سوالف جن او خرافات منقولة، هاي احداث صارت وناس حست بيها وتغيرت حياتها وراها. ناس شافت اشياء خلتهم يشكون بعقلهم، وناس سمعت اصوات خلت النوم يهرب من عيونهم. خليكم جاهزين لانه اللي راح تسمعوا مو مجرد قصص تروى، هاي لمحات من الرعب الحقيقي اللي ممكن يختفي وراء اي باب او تحت اي ارض، وراح يخليكم تفكرون 1000 مرة قبل لا تطفون الضوء او تلتفتون وراكم بالظلمة. راح تحسون ببرودة تمشي بظهركم وصوت خفيف ينادي باسمكم من بعيد. يا ترى هذا صوت الريح لو شي ثاني؟ القصة الأولى راح تكون ببيت الجيران. يا جماعة هاي السالفة حقيقية وصارت ويانا قبل 2 سنين، يمكن 20 سنة لورا، واحنا لحد الآن نتذكرها ونرتعش. بيتنا قديم، يعني بناء مال الأربعينات، بيه حديقة كبيرة ونخلات عتيقة، وبصفنا بيت مهجور من زمان كلش. أصحاب عافوا وسافروا وقالوا ما يرجعون، وظل مقفول عليه تراب السنين وأوراق الشجر اليابسة، وشبابيكه كلها مكسرة مثل العيون العمياء. تشوفه تحس بيه شي مو طبيعي، بس عمرنا ما توقعنا انه هالشي راح يلامس حياتنا. بالليل بخصوصا بالصيف الحار اللي كهرباء طافية اغلب الوقت، كنا نقعد بالحديقة بالليل، جو النخل العالي والسماء الصافية، الجو يكون هادئ كلش، هادئ لدرجة حتى صوت النفس مالتك ينسمع. الدنيا ظلام، بس ضوء القمر كان ينطي خيالات غريبة على الجدران العالية مالت هذا البيت المهجور. كنا نسولف ونضحك، وامي تسوي شاي وابوي يقرأ جريدة قديمة. فجأة واحنا قاعدين انا واخوتي وامي وابوي، سمعنا صوت همس جاي من ذاك البيت المهجور. مو صوت واضح، لا هو همس ناصي مثل واحد يحكي ويا روحه، بس مو مفهوم شنو يقول. اول شي قلنا ممكن بزونة تتمشى او شي حيوان، لان المنطقة بيها هواي حيوانات، بس هذا الصوت صار اوضح وبنبرة غريبة مثل صوت مرة كبيرة بالعمر تتقوى، يعني شلون الوحدة المريضة وتتوجع من الألم، بس بصوت كلش خافت ومخيف. ابوي الله يحفظه ما تحمل، قام بسرعة او فتح الضوء الكاشف مال الحديقة، سلطه مباشرة على البيت المهجور. الصوت سكت رسن، سكوت فظيع. رجعنا قعدنا، كل واحد يباوع بوجه الثاني، عيوننا كلها بيها سؤال. مرت يمكن دقيقة لو دقيقتين، الهدوء رجع، بس هالمرة كان هدوء مو مريح، هدوء ما قبل العاصفة. وبعد شوية رجع الصوت، وهاي المرة صار اقوى، تحسك واحد يتنفس بصوت عالي، صوت انفاس عميقة ومتقطعة، وياها صوت مثل البكي اللي يكون خفيف ومتقطع، تحس بيها قهر الدنيا كلها. امي خطية تخبلت، قامت من مكانها وعيونها كبرت من الخوف، وقالت يا ستار هذا مو طبيعي ابد، هذا شي مو مال ادمي. ابوي قام بسرعة ووجهه صار اصفر، وراح يمس سياج مال البيت المهجور يريد يشوف شنو السالفة بالضبط. يمكن كان يفكر انه اكو متجاوزين او شي حرامية، بس مجرد ما وصل يمه سمعنا صوت قوي كلش، صوت قفل للباب الرئيسي مال البيت المهجور، ينفتح وينسد بقوة، بس مو قفلة عادية، كانت قفلة بيها صوت خشبي قديم يتكسر، وياها صوت مثل السلسلة الثقيلة تسحل بالقاع. مع العلم انه البيت مقفول بقفل قديم كلش وصاير عليه صدى وطين، وحتى فتحة المفتاح مسدودة، مستحيل احد يقدر يفتحه او يقفله بهاي السرعة وبهاي القوة. ابوي رجع علينا ركض، وجهه كان شاحب ومفزوع، وقال بصوت عالي وبي خوفه ما شفتها بيه قبل، لحد يطلع برا. ادخلوا جوا بسرعة. دخلنا كنا جوا البيت، وابوي قفل كل البيبان والشبابيك، والبيت كله صار ضوء، اضويتنا كلها تشتغل، وما حد نام بذيك الليلة من الخوف. ظلينا قاعدين وواحد يباوع بوجه الثاني، كل شوي واحد بينا يحس اكو حركة من الشباك او يسمع صوت خفيف. من ذاك اليوم ولليوم كل ما يجي الليل نحس اكو شي بالبيت المهجور. مرات نشوف خيال طويل يتحرك من الشباك اللي يطل على بيتنا، ومرات نسمع اصوات غريبة ما إلها
لها اي تفسير، مثل صوت خطوات ثقيلة تمشي جوا او شيء ثقيل يطيح فجأة ويحدث دوي بالداخل. لليوم البيت ما حد قدر يسكنه، كل واحد يحاول يتقرب منه يا يصير بيه شيء يا ينهزم من الخوف. والقصة مو بس بيننا، حتى الجيران يشوفون ويسمعون، ومرات بالليالي الهادئة كلش نحس بريحة غريبة تطلع من هناك، ريحة تراب قديم ودم. والله اعلم شنو صار بهذا البيت او شنو الاسرار اللي مخبيها. المشكلة مو بالبيت المهجور، المشكلة انه هذا البيت صار بوابتهم، وراح يظل يهم يسألنا ويراقبنا لغاية ما ياخذ واحد من عندنا. القصة الثانية بنية روتها. هاي القصة روت عن طريق بنية، وتحلف انه هي صارت ببيتهم. بيتهم كان كبير وقديم كلش، بيه طابقين وبيه سرداب جوا الارض. السرداب كان كبير ومظلم يستخدموه للخزن، وعندهم طفل صغير عمره 5 سنوات، ولد بريء وحبوب ودائما يلعب وحده بالبيت. يعني كل ما تلتفت عليه راح تشوفه يلعب بدمية او سيارته، وما حد ينتبه له هواي لانه البيت كبير ومليان اطفال. بليلة من الليالي الام كانت قاعدة بالصالة وتتفرج تلفزيون والدنيا هادية، وفجأة سمعت صوت ابنها الصغير يحكي ويا احد بالسرداب. صوته كان مو طبيعي، بيها حماس بس هم بيها نبرة غريبة. امه نادت عليه من فوق: ها حبيبي، ويا من دا تحكي بالسرداب وحدك لو اكو احد وياك؟ رد عليه الولد بصوته البريء: ماما دا العب ويا البنية. امه استغربت كلش: يا بنية ماكو بنات صغار بالبيت غير بناتها الكبار اللي كانوا كلهم نايمين بالغرفة. حست بشي غريب، قلبها لزمها ونزلت للسرداب بخطوة بطيئة، والضوء كان خفيف كلش. شافت ابنها قاعد بالقاع ودا يلعب بدميته اللي على شكل دوب، بس ماكو اي احد وياه بالسرداب كله. السرداب كان بارد بشكل مو طبيعي وريحة تراب قديمة قوية. سألته امه بهدوء وهي تحاول ما تبين خوفها: وين هالبنية؟ وين راحت حبيبي؟ اشر بصبعه الصغير على الزاوية المظلمة كلش بالسرداب اللي وراها كومة اغراض قديمة، وقال: هناك، بس راحت هسه. هي تخاف من الضوء. اما قالت بقلبها يمكن الولد يتخيل او يلعب وحده. حاولت تهدي نفسها وتقتنع وصعدت بيه فوق، بس الامور ما خلصت لهنا. مرت الايام والولد كل يوم يحكي عن هاي البنية، يوصفها انه لابسه فستان ابيض وشعرها طويل اسود نازل على وجهها، وتلعب ويا العاب غريبة. مرات يقول البنية ما تحب الاضواء القوية، ومرات يقول البنية تحب الجر شعري، واهله بدوا يخافون كلش، خصوصا انه الولد صار يحكي البنية بصوت عالي بالليل، واحيانا ينادي عليها باسم غريب ما يعرفه. وبليلة من الليالي يمكن بعد شهر من بداية السالفة، اهل الطفل قاعدين بالصالة يتعشون والولد جاي يلعب بغرفته. فجأة سمعوا صوت صرخة قوية، صرخة الولد. دخل للصالة وهو يركض بكل قوته، ووجهه اصفر كلش، عيونه مبرقة من الرعب، جسمه يرجف ويصيح ويبكي بصوت عالي ومتقطع: البنية ما بيها عين، البنية ما بيها عين، شفتها. كان يكرر هاي الجملة ويصرخ ويبكي بهستيريا. من ذاك اليوم الولد تخربط وضعه الصحي بشكل مو طبيعي، صار ما ينام الليل ويصرخ بكوابيس مرعبة، ودائما يقول ما اريد العب وياها بعد. صار يخاف من الظلمة بشكل مو طبيعي، ويخاف ينزل للسرداب ابد. جابوه شيوخ وقرأوا قرآن بالبيت، بس شوي الولد حالته النفسية تأذت هواي، وبقى يعاني من الخوف والكوابيس لسنوات لحد هاي اللحظة. اما ما تحب تذكر السالفة، وتقول انه شافت بعينها كيف انه ابنها الصغير تحول من طفل طبيعي ومرح الى واحد مفزوع من الظل او من ابسط حركة، وعيونه دائما بيها نظرة خوف غريبة. والسرداب لليوم ما حد يتقرب له بالبيت، ظل مقفول بقفل كبير، لانه الكل يعرف البنية لحد الان هناك وتنتظر طفل جديد تلعب وياه، وعيونها لهسه فارغة ما بيها اي روح. هاي القصة صارت ويا صديق واحد من اقاربي، هو طالب جامعي كان عايش ببيت بالايجار وحده ببغداد، لانه اهله بغير محافظة. البيت قديم ومساحته كبيرة وبيه هواي غرف ما مستخدمة، كان على اطراف بغداد بمنطقة هادئة. الشاب هذا اسمه علي، كان هادئ وملتزم بدراسته. بعد فترة قصيرة من سكنه بالبيت، يمكن شهرين لو 3، بدا يحس باشياء غريبة تصير وياه بالبيت. بالبداية كانت اشياء بسيطة، علي كان يضحك عليها ويقول يمكن دا تخيل، او البيت قديم ومطلع اصوات، مثلا الاغراض تتحرك من مكانها، مثلا يخلي المفتاح على الميز يجي بعد نص ساعة يلقاه بالقاع او بغير مكان بالغرفة، او يسمع صوت كأنه احد يمشي بغرفته وهو نايم، صوت خطوات ثقيلة بس خفيفة بنفس الوقت، مثل اللي يمشي على اطراف اصابعه. مرات يحس ببرودة مفاجئة تمر بالغرفة حتى لو الجو حار. بعدين صارت الامور اسوأ بشكل تدريجي، بالليل يحس اكو احد ينام يمه بالشرباية او كأنه احد يلزم ايده وهو نايم، ومرات
يحس اكو شي لامس شعره، يحاول يتحرك بس ما يقدر كأنه مشلول. مرة قعد من النوم على ريحة عطر غريبة، ريحة ورد قديم، ولقى شعره طويلة سوداء وناعمة كلش على مخته، مع العلم هو شعره قصير واشقر. هاي اللحظة اللي بدأت تخلي الخوف يتسلل لقلبه. حاول يتجاهل الموضوع ويقول يمكن هاي تخيلات من الضغط مال دراسة، بس الامور صارت تتطور. صار يشوف خيال اسود يتحرك بسرعة بالبيت، وخصوصا بالمطبخ وبالحمام. يعني يشوف لمحة سريعة الخيال يمر من ورا الباب او من يم الممر ويختفي فجأة. لحد ما بيوم من الايام علي كان كلش تعبان ونام نوم عميق. فجأة قعد بالليل وهو يحس بثقل كبير على صدره وكأنه احد قاعد عليه ومثبته. حاول يصرخ ويريد يصيح ويطلب المساعدة، بس ما قدر يطلع صوت، كأنه لسانه مربوط. عيونه فتحت على وسعها وشاف كابوس حي قدامه. خيال مرة سودة شعرها طويل كلش ونازل على كتفها ووجهها ما مبين واضح، بس شاف عيونها بيها شر. كانت تباوع عليه وهي تضحك بصوت عالي ومخيف. صوت ضحكته كان مثل خشخشة يملأ الغرفة ويرن بإذانه. ما قدر يشوف ملامحها، بس الحس بها قريبة منه كلش. بعدها هي اختفت فجأة من قدامه وراح الثقل من صدره. بس علي ما قدر ينام بعد. من ذاك اليوم الشاب هذا مرض شديد، صار ضعيف كلش وما ياكل دائما، تعبان وشاحب وعيونه بيها سواد ووجهه تعبان. اهله اجوا وشافوا حالته، عرفوا اكو شي مو طبيعي، اضطروا ياخذوه للشيوخ اللي معروفين بقراءة القرآن والعلاج بالرقية الشرعية. وبعد عدة جلسات اتضح انه هذا جن عاشق ساكن بالبيت وعاشق هذا الشاب ويريد يأذيه حتى ما يخلي اي احد يتقرب منه. الشيوخ قالوا انه هذا الجن صار قوي كلش لانه علي كان عايش وحده بالبيت وما يقرأ قرآن بشكل منتظم. بعد تعب هواي وصبر من علي واهله قدروا يطلعون الجن من البيت، والشاب تعافى ورجع شوية لصحته، لكن آثاره النفسية ظلت وياه لفترة طويلة وترك البيت فورا وراح عاش يم اهله. وكل ما يتذكر هذيك الليلة يوقف شعر راسه ويخاف يبقى وحده بالغرفة، والبيت هذا بقى مهجور وما حد بعد يتقرب له. وصوت الضحك اللي سمعه علي بذاك الليل لحد الآن يتردد بباله. احيانا الحب مو بس يجي من البشر، احيانا يجي من كائنات ما تشوفها، كائنات تختارك بدون ارادتك وتظل تلاحقك، ويمكن هسه هي تشوفك وتنتظر اللحظة اللي تكون وحدك بيها بالظلمة حتى ترجع لك. اني ما يوتيوب ولهنا تكون نهاية قصتنا. لا تنسى اللايك والاشتراك او فعل جرس التنبيهات، ونشوفكم بالقصة الجاية بخير وسلامة. What are you doing?